إنسانا جالسا عند مكان الجبال اسمه متى. وإذا كان متى هو اللي كاتب كتاب متى ما غادي يقول لكش رأى إنسانا جالسا عند مكان الجبال اسمه متى، غادي ما يقولكش أنه شاف واحد راجل سميتو متى، ما يقولكش أنه شاف واحد الإنسان كان جالس سميتو متى وقال له تبعني، لا غادي يقول له شافني. مثلا انا ليموس، مثلا غادي يقول لي بحال دابا انا ليموس، بحال دابا يسوع غنتكلم انا يسوع شافني مثلا، يسوع كان ماشي طن طن طن، بحال دابا انا تنكتب هذه القصه، احنا عارفين هادشي غير قصص، الوغ حاشا انه يكون كلام الله، وانه مع ذلك كنحاول نعطيو البرهان ان هذا يسوع كان دايز، ومني كان دايز شافني، نقول لك شافني، ماشي نقول لك شاف ليموس، نقول لك شافني وقال لي تبعني، ماشي شاف ليموس وقال له تبعو. شنو هذا البهلان هذا؟ الوغ متى ليس هو متى الحواري، ليس هو متى اللي كتب كتاب متى. الوغ هناك تحريف وتدليس. قلنا ان كاتب كتاب متى ليس هو متى. علاش ليس هو متى؟ لان قلنا ان لو كان هو متى غادي يقول لك رآني او قال لي تبعني. الوغ هو ما قالوش قال له تبعني، قال لك شاف واحد الانسان سميتو متى وقال له تبعني. الوغ اذا متى اللي كتب كتاب متى ماشي هو متى، لان لو كان كتب متى يهضر بكلمه على اساس انه هو، او تقول لك شي واحد سميتو متى. الوغ هذا هي شي واحد كتب الكتاب ديال متى وقال لك حق متى هو اللي كتب. اوكي، الوغ متى ماشي واحد. الوغ خصنا نعرفوا شكون هو هذا متى. الكاتب مجهول. طيب يا اخوان، نشوفوا نص اخر، نشوفوا لوقا مثلا. لوقا مثلا تيقول لك ان لوقا هو اللي كتب كتاب لوقا، يقول لك لوقا هو واحد من الحواريين، وتيقول لك انه كينزل عليهم الوحي وان الى اخره. الوغ نشوفوا هذا لوقا شنو تيقول. اذ كان كثير، هذا في لوقا 1:1 الى 1:3، شنو تيقول لك؟ اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا، يقول كما سلمها الينا، بمعنى لوقا. الوغ علاش تقول لي انني خصني نصدق كلامه؟ الوغ ما كانش مع المسيح باش يكتب على المسيح. اوكي، اون بليس كو سا المسيح كان عنده كتاب، خصو يكون عنده كتاب ديالو منسوب ليه، ماشي متى ولوقا ويوحنا وبولس والى اخره، الا خص شي حاجه تكون سميتها كما كتبها المسيح، ماشي كما كتبها لوقا ومتى الى اخره. الوغ لوقا ومتى ليسوا من الحواريين. غنشوفوا نص اخر يا اخوان. طيب نشوفوا نصوص اخرى. من قبل كنا كنهضروا على الكتاب المقدس، هضرنا انه محرف، شفنا متى وشفنا لوقا من العهد الجديد الا وهو الانجيل. نشوفوا عاوتاني العهد القديم اللي هو التوراة اللي تامنوا به كذلك اليهود والمسيحيين. شنو تيقول؟ بحال ما كنعرفوا ان الكتب الخمس الاولى مثل التثنيه والعدد، سفر التثنيه وسفر العدد وسفر اللاويين وسفر الخروج الى اخره، هاد الخمسه هذوك كيعتبروهم المسيحيين ان سيدنا موسى هو اللي كتبهم شخصيا، تيعتبروا ان هذه الكتب هذا ان سيدنا موسى هو اللي كتبهم. الوغ نشوف واش فري سيدنا موسى هو اللي كتبهم ولا غير كذوب. فهمتي كيف كنعرفوا الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الوغ اذا كان سيدنا موسى حقا هو اللي كتبه، فنعرفوا ان سيدنا موسى على الاقل غادي يكون غير مذكور تما انه هو اللي كتبه. الوغ شنو تنلقاو مثلا في التثنيه 9:31 شنو تيقول لك وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل. شنو كتقرا؟ وكتب موسى هذا. واش موسى إلا كان موسى هو اللي كتب هذا الكلام هذا، التثنية، كتاب التثنية كان هو اللي كتبه، واش هو غادي يقول لك وكتب موسى هذا؟ لا، غادي يقول لك كتبت انا هذا، ما يقولكش وكتب موسى هذا. غير بالعقل. وكتب موسى هذا التوراة وسلمها التوراة. شنو هذا التوراة؟ اذا الا كانت التثنيه، حيت كتعرفوا ان كاين كيبدا الكتب ديال موسى كتبدا بالخروج، اسف، كيبدا الكتاب بالخروج، اسف لحظه، كتنقاو يا شباب العهد القديم الكتب اللي كتبها موسى، كاين التكوين كتبدا بالتكوين والخروج واللاويين والعدل والتثنيه. الوغ شنو كتنقى ان هذه الكتب ان التثنيه ان فيها هذا الكلام ان موسى تيقول لك وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة. الوغ موسى ماشي هو اللي كتب هذا الكتاب، هذا واحد اخر اللي كتب الكتاب في عوض موسى وتيقول لك بون هذا هو الكتاب د موسى. الوغ هذا كلام محرف كتبه اناس اخرين باش يضلوا عباد الله. شنو هذا سفر اخر سفر العدد، هذا سفر حتى هو كيتعتبر ان موسى هو اللي كتبه. شنو كتلقى؟ فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم اخرجوا انتم.
كيفاش الرب قال لموسى وموسى يقول لك قال لي انا الرب قال لي انا وخويا هارون وقال لمريم ما يقولكش وقال له موسى فقال الرب حالا لموسى ما يقولوش تفهمنا الا كنت انا نقول لك ليموس نقول لك قال لي انا ما نقولكش قال الرب لليموس لا هذا ما كلام خاطئ فهمت تفهمنا الو موسى ليس هو كاتب كتاب التثنية موسى ليس هو كاتب كتاب العدد نشوفوا شيء اخر انه نشوفوا في كتاب التثنية عاوتاني شنو كتلقى فمات هناك موسى عبد الرب في ارض مؤاب حسب قول الرب شنو هو موسى مات وموسى كتب التثنية ومات كيفاش هذا البهلان واش مات واش كتب الكتاب ديال التثنية في القبور ولا كيفاش الوضع قال لك فمات هناك موسى عبد الرب فهمتوا الوغ الكتاب تيقول لك ماشي موسى اللي كاتبه هذا كتاب محرف هذا كتاب ماشي الانبياء هما اللي كاتبينه كاتبينه ناس اخرين وكيقول لك هذا من عند الله فويل للذين يكتبون كتابه بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله زيد عندك وكان موسى في التثنية كذلك في التثنية 34 7 شنو تيقول وكان موسى ابن 120 سنة حين مات وموسى اللي كاتب التثنية وما تخربقوناش دماغنا وقال لك يقول لك وكان موسى ابن 120 سنة حين مات وموسى كتب التثنية كتب هذا كتاب التثنية وتتقول لي انه مات وكيفاش دار لها واش كتبها ملي كان ميت ولا حتى من بعد ما نض من الموت ولا تطلع ولا كيفاش الوضع كيفاش هاد الناس خداو هذا الكتاب شنو نص اخر في التثنية 24 فبكى بنو اسرائيل موسى بمعنى بكاو عليه من بعد ما مات بكاو عليه يلا زيد عندك بكاو عليه شكون اللي كتب هذه التثنية واش موسى ولا ماشي موسى باش تعرفوا ان التحريف التحريف ديال الكتاب هذا التوراة والانجيل الله سبحانه وتعالى قال لك فويل لان الكتاب محرف فهو محرف سبحان الله لا اله الا الله نص اخر كاين كتاب واحد اخر ديال يشوع هو نبي من انبياء الله اللي موجودين في الكتاب المقدس اللي هو التوراة والانجيل المذكورين تما شنو تيقول لك يشوع في 29 24 شنو تيقول لك وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع ويشوع كتب كتاب يشوع ومات يشوع وهاد الانبياء تيموتوا عاد كيكتبوا الكتاب ديالهم ولا كيفاش تفهمنا هاد النبي مات عاد كتب الكتاب ديالو بحال موسى وكان بعد هذا الكلام انه مات يشوع بالنون الى اخره انه مات يشوع كاتب كتاب يشوع ومات نص اخر في يشوع النيت في الكتاب ديال يشوع نبي الله يشوع شنو تيقول لك 31 في يشوع 31 24 شنو تيقول لك وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع بمعنى الإسرائيليين عبدوا الله سبحانه وتعالى كل أيام اللي عاش فيها هاد يشوع هاد النبي اللي سميته يشوع وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع وعبدوا الله سبحانه وتعالى في المدة اللي عاشوا فيها الناس في طيلة الأيام اللي عاش فيها يشوع بعد ما مات هاد يشوع بعد ما مات هما عبدوا الله وبعد ما مات يشوع بمعنى شكون اللي كتب هاد الكتاب ديال يشوع إلا كانوا هاد الناس عاشوا من بعد يشوع والكتاب تيقول لك بعد يشوع عاد هما عبد الله والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله اسرائيل الله بعد ما عاش الناس اللي عاشوا من بعد يشوع كانوا كيعبدوا الله وشنو هذا البهلان شنو هذا هل هذا كلام الله هل هذا خلينا من كلام الله واش هذا الكتاب اللي كتبه هي يشوع اذا كان هذا كلام الله توحي على هذا النبي اللي سميته يشوع واش هذا كلام الله حتى مات عاد كتبه ولا كيفاش موسى حتى مات عاد كتب الكتاب ديالو